أثار الحكم الصادر في حق 4 قاصرين بمدينة طنجة موجة من الردود المتباينة، حيث رأى بعض المتتبعين أن إدانة أطفال قاصرين ب3 سنوات حبسا نافذا تعد حكما قاسيا، فيما رأى فيه آخرون حكما عادلا يليق بالجريمة التي اقترفها هؤلاء الأطفال في حق شابة في الشارع العام بمدينة سياحية. وتعود تفاصيل القضية إلى الصيف الماضي، حيث أظهر فيديو مصور تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من القاصرين يتحرشون بشكل جماعي بشابة ترتدي فستانا قصيرا بأحد شوارع مدينة طنجة أمام أنظار المارة، إذ بلغ بهم الأمر حد لمسها ومحاولة رفع التنورة القصيرة لإظهار مناطق حساسة من جسدها. الفيديو القصير لاقى استنكارا واسعا من طرف المغاربة والمنظمات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة، ما دفع القضاء إلى الدخول على خط ومتابعة القاصرين الموقوفين بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف. قضى القاضي المكلف بالقضية بمعاقبتهم 3 سنوات نافذة أدخلت عائلاتهم وذويهم في حالة من الصدمة بعد سماع الحكم الذي لم يكن ينتظرون أن يكون بهذا الشكل.